اهلا بيكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. كل سنه وانتم طيبين وكريسماس يا رب سعيده على الجميع. طبعا احنا بعد ما طلينا بالابيض اللي صعب ان وايت، فاخترت لكم النهارده حاجه كده تتماشى مع اجواء الكريسماس. طبعا كلنا عارفين روبرتو كافالي، المصمم الايطالي الشهير. فانا اخترت النهارده الباراديسيو الحمراء. طبعا هي حاجه برضو مش شتويه قوي، ولكن يعني هي عشان فريش اكتر، فمش مش من الحاجات اللي بتصنف ان هي برفانات شتويه. لكن انا اخترتها النهارده لان هي من البرفانات اللي هي بتحسن المود جدا 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 يا جماعه. وكمان ثباتها حلو جدا، فقلت ابعد شويه عن البرفانات الشتويه واختار حاجه من الحاجات اللي هي تبقى يعني تغير المود كده 360 درجه. تظبط دماغنا شويه. انتوا عارفين انتوا من البرفانات المبهجه قوي، اللي هي عارفين انتوا طبعا هرمونات الستات اللي كلنا عارفينها، اللي هبه منها احنا شويه حلوين ومبسوطين وشويه الحاله العصبيه الجن والنرفزه. فدي من البرفانات اللي هي بتحسن المود جدا جدا جدا. فخليني كده اشمها معاكم. طبعا زي ما انا ما قلت لكم هي فريش اكتر. هي يعني لو في الصيف طبعا هتبقى ألذ بكتير، ولكن زي ما انا ما قلت لكم انا اخترت الاديشن ده تحديدا عشان خاطر مصدر بهجة كده، وحاجة من الحاجات اللي ترشيها تحس ان انت يعني عايزة تجري كده في الشارع من حالة النشاط والحيوية والبهجة اللي هي بتعملها. فانا لقيت ان هو حاجة مناسبة جدا لأجواء الكريسماس. من الحاجات اللي ثباتها حلو جدا جدا جدا. خليني بقى اخش على النوتة العطرية تفصيلا، وبعد كده بقى احكي لكم بعد ما نخش على النوتة العطرية زي ما انا عودتكم. لان احنا النوتة العطرية دي مهما اتكلمنا عليها، هل احنا هنقدر نتخيل المحتوى النهائي او الفينش النهائي للبرفان ده؟ ما اعتقدش. ولكن انا هقرب لكم الموضوع زي ما انا عودتكم ان احنا مثلا هنشبه الروبرتو كافالي دي بايه مثلا. الحالة اللي بتعملها وكده. اكون كلمتكم بقى باستفاضة ومخليتش حاجة غير لما قلتها على الاديشن اللي انا شايفاه هايل جدا من الروبرتو كافالي. وخلينا نخش عشان مرغيش كتير على النوتة وارجع لكم تاني. روبرتو كافالي الأحمر من دار المصمم الإيطالي روبرتو كافالي. الافتتاحية فلفل وردي، جريب فروت، ليمون، برجموت. القاعدة العطرية الياسمين، الباشون فروت والفانيليا والباتشولي وخشب الصندل وخشب الكشمير. مع أول رشة هنشم ريحة سبايسي الحمضيات مع الفلفل الوردي على خفيف، وبعد كده بيظهر زهور بيضة وورود بشكل ناعم ورقيق ومنعش جدا، مع سويت خفيف وريحة الفانيليا اللي بتزيد من جاذبيته وأدائه العظيم. وطبعا بالنسبة للثبات فهنا في نوعين من الأخشاب والباتشولي عاملين أساسيين في ثبات البرفيوم. طبعا تفاعلهم مختلف من كيمياء جسم لجسم تاني، وهنا الاختلاف والجاذبية. البرفيوم ده تحديدا ما تعملوش دعاية كفاية، ودي حاجة بتميزه اننا نلاقي حاجة مختلفة زي ما بتشوفوا جيرمي وحملاته حملات الدعاية اللي بيعملها وتركيزه على حاجات معينة. طيب بما ان النهارده انا بعمل لكم ريفيو على الروبرتو كافالي، فانا بحب اوضح رؤيتي للبرفان ده تحديدا. انا لاحظت يا جماعه ان في انواع كده من البرفانات الشتويه، اما انا بحطها مثلا على انتوا عارفين اللبس الشتاء، اصواف وبلاطي وحاجات تقيله. ففي برفانات طبعا انتوا عارفين ان مبدئيا كده البرفان من كل برفان لبرفان بيختلف مع كيمياء الجسم. يعني انا لو حطيت مثلا اسكندال
انا هشمه عليا حاجه، هشمه على حد تاني حطه بشكل مختلف شويه، لان البارفان معروف جدا ان هو بيختلف من كيمياء جسم لجسم. كمان بمناسبة ان البارفان اللي انا بعمل لكم عليه ريفيو النهاردة روبرتو كافالي منعش وصيفي اكتر، فانا ده اللي انا عايزة افهمه لكم، ان في بارفانات انا لما باجي احطها على البلاط الشتوي واللبس الشتوي الصوف التقيل ده، فبحس ان البارفان بيبقى تقيل جدا، بحس ان هو بيبقى خنيق بالنسبه لي وبيقفلني كده، فمش برضو مش حابه ان انا ابقى يعني انا مش لابسه ومكلفته نفسي واحط برفان في الاخر يخنقني. فبرضو دي معلومه انا حبيت اوضحها، ومش مبرر ان انا بقول على الروبرتو كافالي ان هو مع انه برفان صيفي ان هو يتماشى في الجو ده من السنة، ولكن هو هيعمل حالة من البهجة، مش هيخنقني، مش هيبقى اوفر بشكل، او النوتة بتاعته دافية قوي 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 مع البلاطي ولبس الشتاء يخنقني. فانا اخترته في الايام دي من السنة ان هو يبقى بارفان نبدأ بالسنة الجديدة، ويكون كمان مميز عشان خاطر برضو النوتة بتاعته غنية زي ما احنا شفنا. كمان البارفان طبعا انتوا عارفين احنا بنجيب البارفانات دي يا جماعة، بنحب البارفانات عشان خاطر الحالة المزاجية اللي هي بتعدلها لنا. انا دايما بختار الحاجة اللي هي بتعدل المود جدا، فالروبرتو كافالي طبعا انا بحب نوتة الاخشاب جدا، خصوصا بقى لما تبقى نوتة الاخشاب شجري شوية، مسكرة يعني شوية، فبتعدل البرفان كده، بتخليه برفان يعني حاجة كده من الحاجات الجميلة اللي انتوا بتشموا كل شوية بقى تدرج لنوتة الأخشاب والباتشولي، حاجة كده يعني خيال خيال. وكمان هتبقى الأخشاب دي، نوتة الأخشاب دي مع لبسنا الشتوي التقيل والبلاطي، اللي هي طبعا الايام دي من السنه معروفه ان المطر بقى، الشتاء لازم بقى يخش بقى بدخلته، المطره بتمطر وكده واللبس التقيل. فنوتة الاخشاب هنا برضو من الحاجات اللطيفه قوي 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 اللي برضو بتنقل البارفان في حته تانية. طيب احنا قلنا ان الروبرتو كافالي من الحاجات المبهجه قوي 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 اللي بتنقل المود وبتحسن الحالة المزاجية بطريقة مش طبيعية. انتوا عارفين يا جماعة، شفتوا انتوا سعاد حسني وانطلاقها بالفستان الأحمر وهي بتغني وسط الورود وكده والبهجة وحالة النشاط والحيوية اللي هي فيها؟ هو الروبرتو كافالي حاجة كده مفعم بالطاقة والحيوية، وده اللي احنا بقى عايزينه في اليوم ده بقى، الأعياد والاحتفالات برأس السنة. فطبعا دي من الحاجات اللي هي أنا حقيقي برشحها وبشدة في الأيام دي من السنة. وبما اننا بقى بنتكلم على الأحمر، أنا مش هكتفي برضو ان انا اتكلم على روبرتو كافالي، ولكن برضو مش هنسى الكاتي بيري. طبعا انا شايفه ان هو زي ما قلت لكم عملت عليه ريفيو قبل كده، هو قريب قوي قوي من الاسكندال، تمام، برضو حلو قوي في الايام دي. النوتة بتاعته مجنونة ومطرقعة، وبرضو مش تقيل قوي قوي قوي، وماشي قوي قوي في الايام دي من السنة الكاتي بيري. طبعا انتوا عارفين ان ده من الحاجات نوتتها دافية الشتوية، برضو دي من الحاجات اللي انا برشحها في الاعياد والاجواء دي من السنة تحديدا. وبما اننا بنتكلم النهاردة على اللون الاحمر، فانا مش هقدر اعدي البراند اللي انا بعشقه، تاني حاجة، تاني لاين انا بحبه بعد الجيفنجي، يعني حقيقي من الحاجات اللي انا عشقي الجان بول جوتيه. طبعا دي برضو من الحاجات اللي مناسبة جدا في الأجواء دي من السنة.
عشان برضو ما ننساش اللون الاحمر. وحاجة تانية برضو، انا دايما بيقولوا، وفي اسئلة بتسألها كتير، ايه البرفانات اللي تدي احساس الدفى وكده في الاجواء دي، برضو ما تخنقش من الحاجات بعيدا بقى عن اللون الاحمر. ايه الافيون الاسود البلاك اوبيوم نوي بلانش، دي برضو من الحاجات اللي انا بعشقها جدا 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 في الشتاء، يعني فظيعة فظيعة. يعني البلاك اوبيوم ده من الحاجات اللي انا حبيتها مؤخرا، الفيرجن ده تحديدا. يعني بصوا، كلمة يجنن دي حاجة أقل ما يقال على البلاك أوبيوم نوي بلانش. نوتة الكراميل اللي هنا طاغية فيه قوي قوي قوي. عارفين انتوا إحساس ما تعملوا مج هوت شوكليت كده وحاطين عليه قطع مارشميلو بقى، وعارفين انتوا إحساس الدفى دوت، هو بقى البلاك أوبيوم نوي بلانش ومن الحاجات اللي ثابتة ثبات مش طبيعي. فظيعة فظيعة فظيعة. انا انبهرت بيه لما جبته، لان انا ما كنتش في دماغي اصلا ان انا اجرب البلاك اوبيوم نوي بلانش تحديدا، ان هو انتوا عارفين ان هو اصداراته كتيرة جدا. فبرضو دي من الحاجات الحلوة قوي قوي قوي، بتدي احساس بالدفى. يعني مش عارفة اقول ايه، احساس حلو قوي قوي قوي. برضو من الحاجات المميزة غير الاصدارات الكتيرة من البلاك اوبيوم دي، انا فعلا حبيتها. فبرضو احنا كل دوت بنقول ان احنا بنختار حاجة تكون دافية، حاجة تكون مميزة، حاجة تغير الحالة المزاجية. عارفين انتوا احساس زمان كده لما كنا بنجيب لبس العيد ونحضره كده من بالليل علشان نخرج، والحاجات اللي هي بتحسن المود دي. فانا اخترت لكم النهاردة البرفانات دي بناء على ان احنا نحسن مودنا، نخرج من اي ضغط نفسي، اي حاجة، وده اللي البرفان بيعمله لنا. فاتمنى اكون قدرت افيدكم، اتمنى ان انتوا برضو تجربوا النجم الريفيو النهارده الروبرتو كافالي. طبعا انتوا عارفين ان المصمم الايطالي دوت ابدع حقيقي في النوتة دي، زي ما قلت لكم الاخشاب عامله شغل مش طبيعي. فاتمنى تجربوه، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.